إسرائيل التي تصدر الأسلحة للعالم، إسرائيل التي هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك السلاح النووي، تلك الدولة التي تهابها جيوش بأكملها، ما هي إلا محطة لليمن، لا معابر، لا دواء ولا غذاء. ولو أرادوا وكان بإمكانهم أن يمنعوا عنها الهواء والله لمنعوا عنها الهواء. هل تمتلك صواريخ عابرة للقارات؟ هل تمتلك أسلحة ثقيلة؟ هل يمتلكون أسلحة حديثة؟ لا والله، وإنما يمتلكون رجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوا. فوالله إن الصاروخ الذي أرسل من صنعاء إلى تل أبيب كان سببا بالنصر، ثم جعلوا من الجيش الذي لا يقهر جعلوه في التراب، وأوصلوا رسالة للعالم أن هذه إسرائيل، هذه إسرائيل التي تخافونها، هذه إسرائيل التي ترتجفون منها. لا شيء أوهن من بيت العنكبوت، والله لا شيء، والله لا شيء، ولكن جبننا الذي صنع منها شيء. جبن حكامنا صنعوا منها إمبراطورية، لكنهم والله أوهن من بيت العنكبوت. فيا كاتب التاريخ مهلا لا تغلق الصفحات، ما زالوا يمسحون العار عن هذه الأمة. أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا من قبحنا اغسلونا. لكن غزة جرحها من إخوانها، غزة جرحها من إخوانها، كيوسف عليه السلام جرحه من إخوانه. نحن جرحنا من إخواننا، جرحنا من هذه الأمة التي لم تنهض بعد، جرحنا من بعض الشعوب، لا أقول كلهم. لليمن خرجت جزاهم الله خير، لكن جرحنا من بعض الشعوب التي ما زالت نائمة حتى هذه اللحظة، الشعوب التي لم توقدها دماء الأطفال ولا دماء اليتامى. حتى هذه اللحظة كنا ننتظر من الشعوب أن تبقى في الميادين، أن تجلس في الميادين. من خرج من أجل الخبز والطعام ومن أجل صعود وهبوط الدولار وجلس في الميادين ليل ونهار، ألا يخرج من أجل أشلاء أطفال مسلمين؟ ألا يخرج؟ ألا يرابط في الميادين؟ ألا يرابط على حدود فلسطين ويقول والله لن نعود إلى بيوتنا حتى تعود العزة والكرامة وحتى يمسح هذا العار عن أمتنا ويكف هذا الكيان الصهيوني عن قتل أطفالنا؟ والله إن الشعوب التي استطاعت أن تخرج في الميادين على حكامها وترابط أسابيع وأشهر في الميادين قادرة على أن ترابط الآن، وقادرة على أن تجلس في الميادين، وقادرة على أن تقول نحن سنجلس هنا حتى يمسح هذا العار. لكن أين هم؟ أين هم؟ أين هم؟ نحن عين على أعدائنا وعين على إخواننا، لكن العين التي على إخواننا قد فقعها إخواننا، قد فقعها إخواننا وتخلوا عنا في أصعب اللحظات. الدول العظمى التي سقطت اليوم ليس بفعل قنبلة ذرية، سقطت اليوم الدول الكبرى، أقوى دول اقتصاد وقوة عسكرية في العالم. فوالله إن الصاروخ الذي أرسل من صنعاء إلى تل أبيب كان سببا بالنصر. أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف الغزيين؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف اليمنيين؟ كل العالم صمت عن الظلم وعن القتل. انظروا للعالم اليوم، انظروا للعالم اليوم الظالم والقاتل. أتمنى أن يبقى خائف إلى يوم القيامة، أتمنى أن لا يجوع أهل اليمن، أتمنى أن لا يصاب ولا يموت طفل من الجوع في اليمن كل ساعة. سيذكر لكم التاريخ أن المستقبل لكم، سيذكر التاريخ لكم أن المستقبل لكم. تدرون لماذا؟ لأنكم أبيتم الظلم وأبيتم العار. التاريخ لا يذكر إلا الأحرار. أجمل ما في التاريخ أنه لا ينسى، واليوم تقرأ وتشاهد، والتاريخ يسجل من جديد الدروس والعبر. فالتاريخ لا يذكر إلا من أبى الظلم، التاريخ لا يذكر إلا من أبى العار.